السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طريقة بانيه حلوة جدا وناجحة جدا، والطريقة دي كمان مفيهاش أي تعقيدات وهتعمليها بمنتهى السهولة. اغسلي البانيه بتاعك كويس جدا وبعدين صفيه من المية، وتجيبي نص ليمونة واعصريه عليه أيا كانت الكمية. لو هتعملي كيلو حطي ليمونة، فده كان نص فأنا حطيت عليه نص ليمونة. هفضل سايباه في الليمون كده هوت لغاية لما أعمل التتبيلة. يعني هيفضل في الليمون حوالي 10 دقايق على بال ما تخلصي التتبيله اللي هتحطيها في البانيه. الطريقه دي حلوه جدا يا جماعه واعتمدوها، وبعد كده لو جربتوها مش هتعملوا غير بالطريقه ديت، وكمان اقتصاديه. اول حاجه هتجيبي الخلاط، هتحطي فيه واحده زبادي، اي نوع عندك او اي نوع تجيبيه مش هتفرق. واحده زبادي تحطيها في الخلاط، وبعد كده تحطي بقيه المكونات عليها. دوت قرن فلفل حامي، تقدري تستبدليه بقرن رومي، حته يعني من قرن الرومي لو كبير. ودي بصلايه وسط هقطعها واحطها كمان فوق الفلفل وفوق الزبادي. كده قطعت البصلايه عليهم. طبعا انا بقطع البصل عشان ما تتعبش الخلاط. دول شويه شطه، انا بحب الحاجه حاميه شويه، انتي ممكن تحطي شويه بابريكا او تستغني عنهم. ودي توابل فراخ، هحط برضو من كل حاجه نص معلقه كده. والفلفل الاسود طبعا ده اساسي معانا، هحط منه نص معلقه برضو على التتبيله. وبعد كده هحط شويه ملح على حسب برضو الكميه. انا حطيت حوالي نص معلقه، وبعد كده هبقى ادوق الخلطه، لو لقيتها محتاجه ملح تاني هكمل لها. ضربت كل الكلام ده كويس جدا، وبعد كده هجيب اي علبه بتتقفل، هحط فيها كل الخلطه اللي انا عملتها دي. بصوا ناعمه ازاي اهي. هجيب بقى البانيه الاول، هحط عليها بيضايه واحده. بيضايه واحده على النص كيلو، هي بيضايه ما تكتريش اكتر من كده، مش هتحتاجي اكتر منها. وكمان انت هتشوفي النتيجه في الاخر. اضربي البيضايه مع بقيه الخليط اللي احنا عملناه اهو، ده كان شكله. وطبعا دوقيه، لو محتاج ملح حطيله. وهتاخدي كل البانيه تشيليه من الليمون اللي انت عملتيه، وكمان هتلاقيه نزل شويه ميه كده اهوت من الليمون، من نص ليمونه اللي انت حطاه. حطي كل البانيه في قلب الخلطه، وبعدين حطيه في التلاجة لمده ساعه 2، من قبلها بيوم على كيفك. كل ما هيقعد في الخلطه كل ما يبقى طعمه احلى. هنا بقى الكفر الاخير اللي انا بحطه للبانيه، دوت بقسماط مطحون، انا اللي طحناه في البيت. بقسماط وفينو في الفرن، والحاجات دي كلها انا طحناها في البيت. وبحط عليها دقيق، وبحط عليها فيجيتار سبايسي من عند العطار، فيجيتار السايب. ماشي. لو حاطه كوبايتين بقسماط بحط عليهم كوبايه فيجيتار وكوبايه دقيق. وهتبل البانيه زي ما انتم شايفين، هبدر البانيه كده زي ما انتم شايفيني، وادوس عليه كويس جدا. دوسي على البانيه قوي ما تخافيش، كده الكفر بيمسك في البانيه. ولغايه لما بتحمريه وكل حاجه بيفضل الكفر ماسك عليه متماسك. هنا بقى كان فايض، انا دايما بعمل الحركه دي وطعمها بيبقى تحفه. حتتين بانيه صغيرين كده في الاخر، قطعتهم صغير وحطيتهم على باقي الفيجيتار بتاعي اللي انا عامله بيه. وبعد كده هو هحط عليه كميه من الخلطه على حسب كميه البقسماط. هعمل منه عجينه هتبقى احلى من الكفته، بتتاكل عندي قبل البانيه. بصي عجنتهم كده، وبعد كده هحط عليهم شويه توابل عشان انا بحبها تبقى حراقه شويه. هحط عليها شويه شطه، وهحط عليها شويه كمون صغيرين. فين الكمون اهو، هحط شويه صغيرين قوي كمون. وبعد كده هحط شويه شطه، وطبعا دي اختياري، انا بحب الحاجه حاميه. جربي تعملي الكلام دوت بحبه انا ما برجعش صراحه البقسماط تاني على بقيه البقسماط اللي انا ببقى حاطاه في الفريزر. فدايما باخد بالشويه بشويه علشان ما يبقاش كتير، واللي بيتبقى في الاخر بعمل فيه الحركه دي. وبعد كده بعملها زي كفته كده مدوره، وبقليها زي ما بقلي البانيه عادي. جربوها يا جماعه والله بيبقى طعمها تحفه. اهو بعملها كور كده، وبعملها زي راس الطعميه كده اهوت، او زي البرجر، وبقليها في الزيت. كده كان عندي الزيت بتاعي وكان بدأ ان هو يسخن. هحط فيه هحط كل الكفته دي، لان قلت لكم بتتاكل في الاول. اعملوها وجربوها وهتشوفوا.
بحمرها بقى زي ما انتم شايفين كده اهوت في قلب الزيت، وبعد كده بحمر وراها البانيه بقى عادي. طبعا بقدح الزيت كويس، وبعد كده بخلي النار وسط عشان البانيه يتحمر كويس ويستوي من جوه. ونفس الكلام الكفته اللي احنا عملناها دي برضو تتعمل كده. بصوا بيبقى لونها عامل ازاي، وبتبقى متماسكه وبتبقى تحفه. وخلي بالكم احنا ما حطيناش بيض كتير ولا حطينا البانيه في لبن وبعد كده رجعناه في الدقيق والحوارات دي كلها. بصوا في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي، والكفر بتاعه هيبقى متماسك ازاي، ولونه هيبقى تحفه. شفتوا خلصنا كده الكفته اللي احنا قلنا عليها دي، وبعد كده هنكمل تحمير بقيه البانيه. وحاولي ما تخليش الطاسه فيها فراغات، على قد ما تقدري ما تسيبيش فراغات في الطاسه، لان الحاجات دي لما بتسيبي في الزيت فراغات بيتحرق. فدايما تحطي على قد الطاسه، ما تسيبيش فيها، يعني ما تقوليش لا انا هحط 2 وتسيبي الحته اللي هي اللي كانت فايضه اللي في الاخر دي فاضيه، كده الزيت عندك يتحرق. اهو الزيت بيبقى مقدوح، وبعد كده بتخليه وسط مش واطي، بيبقى وسط، وبعد كده تحطي البانيه عادي بيطلع متحمر وزي الفل. بصوا بقى الكفته اللي احنا قلنا عليها دي بتبقى طعم الخلطه مع طعم الفيجيتار مع طعم قطع الفراخ الصغيره، وكمان بقى سبايسي وحراقه كده، بيبقى طعمها تحفه. جربوها وهتعجبكم. وهنا كان البانيه بتاعي كله قرب يخلص، هطلعه بقى من قلب الزيت. ويا رب الطريقه دي تكون عجبتكم، جربوها. طريقه سهله، وضرب الخلطه في الخلاط بيخلي البانيه يشرب قوي من الخلطه ديت، والتتبيله بتخش جوه اللحم بتاع البانيه وبيبقى طعمه حلو قوي، غير البصله اللي بنبشرها على البانيه ونحط عليها شويه فلفل اسود والكلام ده. لا جربي الطريقه اللي انا بقولك عليها دي. وبعدين الزبادي بيديله طعم حلو قوي، وبيديله طراوه كده اهوت، وبيديله بيخلي البانيهات طعمها حلو قوي. جربوا الطريقه دي مش هتندموا. دوت الشكل الاخير اهوت، بصوا شكله عامل ازاي، حلو جدا، والكفر حلو ومتماسك وماسك في اللحم، وشكله حلو وطعمه كمان تحفه. فيا رب تجربوه ويعجبكم. مع الف سلامه، وقابلكم في فيديو جديد يا حبايبي.